السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بعد الصلاه على النبي هنتكلم عن الكلمه السحريه وهي كلمه الديليجيشن، ان انت تخلي حد ينوب عنك، ما تعملش كل حاجه بنفسك. خليني اقول لك على قصه حصلت مع واحد من اسرتي وافهمك ايه قصه ان حد ينوب عنك ويعمل الحاجه دي بدل ما تعملها انت. حد متخصص في الحته بتاعته حتى لو انت كنت بتقدر تعمل الحاجه دي. واحد من اسرتي كان عنده مشكله في الكهرباء في بيته، وراح جاب واحد كهربائي بديهيات وقال له ان دي هتكلف 200 جنيه تحديدا. الارقام اللي بقولها لك دي هي فعلا اللي في القصه. حلو. يعني الشخص ده قال يعني 200 جنيه كتير، والموضوع يعني انا شايفه هايف وبسيط مفك كده وخلص الموضوع، وقال لك انا هعمل الحاجه دي بنفسي. على فكره هو ممكن يكون بيقدر يعمل الحاجه دي بنفسه، بس دي مش شغلته. انت ما عشتش نفس السيناريوهات اللي الكهربائي عاشها، رغم ان انت ممكن يبقى عندك خبره في الحته دي وتعملها. انا متفق معاك. اللي حصل ايه؟ راح يجرب يعمل حاجه وبوظ الباليت بتاعه الكهرباء اللي في البيت، وكان هيولع في الشقه وكانت في كوارث هتحصل. راح جاب الكهربائي، الحقني بقى. الكهربائي جه فشاف الحاجه قال له يا عم انت يا ابن الحلال انت بتعمل ايه؟ انت كنت هتولع في الشقه، يعني حرام عليك، انت عايز توفر مثلا 200 جنيه. هو ممكن ما يكونش عايز يوفر 200 جنيه، بس انا ممكن اعمل الحاجه دي بنفسي. بغض النظر عايز توفر او عايز تعمل حاجه دي بنفسك ده غلط. الكهربائي قال له دي هتكلف 1500 جنيه، فبدل ما كنت هتدفع 200 هتدفع 1500. انسى القصه دي كده وتعالى نتخيل سيناريو مع بعض لشخصين في المجتمع، واحد شغال نجار وواحد شغال كهربائي. النجار ده حصل له مشكله في الكهرباء في البيت عنده، هو عنده خبره في الكهرباء فراح عملها. حلو. لا راح اتعلم بجد وعملها او حاول يعملها وما عملهاش على اكمل وجه، بس اتعملت في الاخر. تمام كده، خلينا متفقين. طب الكهربائي ده هيشتغل ايه؟ مش هيشتغل. في مهنه من منظومه المهن او الوظائف اللي في المجتمع اتشالت، اللي هي وظيفه الكهربائي، ما بقتش موجوده. خليني اقول لك، انت بتجيب فلوسك منين؟ انت كشخص شغال نجار مصدر دخلك ايه؟ النجاره. هنمشي بنفس المبدا بتاعك وهنجيب الكهربائي نخليه عايز يعمل ترابيزه لمراته او لعياله يذاكروا عليها، وبدل ما يروح يجيب النجار اللي هو حضرتك هيعملها هو بنفسه. ايه اللي هيحصل؟ خلاص ما بقاش فيه نجاره. طيب ما بقاش فيه نجاره، الكهربائي ده هيجيب فلوس منين؟ ما هو ما بقاش فيه مهنه كهرباء، فخلاص ملوش مصدر دخل هو كمان. فانت دمرت وظيفته وهو دمر وظيفتك. تخيل بقى لو الوظائف كلها حصل فيها كده. انا ما عنديش مانع خالص ان انت تكون عندك هوايه عايز تعمل حاجه اعملها. انا هوايتي النجاره وانا راجل مبرمج، هجيب الخشب والمنشار واظبط، تمام، دي هوايه مفيش فيها مشكله. انما ما تبقاش وظيفه، تروحش تاخد حاجه مش بتاعتك، وظيفه مش بتاعتك وانت مش متخصص فيها. ممكن تكون هوايه بس مش هتبقى متخصص زي النجار اللي دي حياته ليل نهار ماشي بالمنشار. خليني بقى اقول لك على حاجه كده، نفس المبدا ده او يمكن يعني قريب منه سنه، هطبقه لك على حياتي. انا واحد شغال في مجال البرمجه، بتعلم برمجه كل يوم وبدرس البرمجه دي في قناتي. انا دلوقتي عشان اطلع لك فيديو كمحتوى محترم نضيف بصوت كويس، انا محتاج خطوات كتير جدا. لو انت دخلت في صناعه المحتوى هتعرف الموضوع ده صعب جدا مش سهل. مايك كويس باعدادات صوت كويسه، برنامج مونتاج بشويه يعني خبرات كده فيه، بشويه عناصر وافكتس والكلام ده كله، وتاخد الفيديو تروح تظبطه وتمنتجه وترندر وترفع الفيديو وشكرا سلام عليكم، وبعد كده الناس تتفرج. انا واجهتني مشاكل كتير جدا في الصوت وفي التصوير وفي نوع الكاميرا وفي القصص دي كلها. ايه اللي بيحصل لو انت فول تايم كونتنت كريتور زي اصحابي ابو زيد والناس التقيله دي ما شاء الله ربنا يبارك فيهم ويزيدهم؟ هم عاشوا في القصه دي. ليه؟ عشان الفيديو ده هو ده الاستثمار بتاعه. هو ما بيشرحش حاجه بره الحته دي، بالعكس ده ممكن تلاقي في قناته بيشرح مونتاج اصلا وحصلت قبل كده، فهنا تمام. لكن تعالى الواحد زيي بيشرح برمجه، انا عندي مجال هنا في سحله لوحده، ده ما ينفعش تاخد حاجه جنبه. تمام كده، مفيش رفاهيه انك تتعلم حاجه جنبه. طب انا بقى هدخل في الصوت وهقلب مهندس صوتيات عشان اظبط الصوت واشوف الجين بتاع المايك، وبعد الجين بتاع المايك هتعمق بقى شويه واشوف ايه موضوع النويز كانسليشن دوت، وايه موضوع الكمبريسور دوت، وكل القصص دي وادخل فيها وافهم الارقام دي لما بيعلى بيحصل ايه ويوطى ويحصل ايه. انت حضرتك ماشي في تراك انك تكون مهندس صوتيات، كلام جميل كلام جميل، بس لو انت عندك القدره انك تعمل ده جنب البرمجه. ما انا نسيت اقول لك لسه في مونتاج. هتمشي في مجال المونتاج وتتعلم بقى وتشوف البرامج الموجوده، كاب كات ودافينشي ريزولف وادوبي بريمير والحاجات دي، وتتعلم بقى وتعيش. طب يا جماعه البرمجه هتعلمها امتى؟ مش هتلحق عشان انت بتعمل حاجات مش بتاعتك. فانا لو انا شغال في مجال البرمجه وبعمل فيديوهات، ببساطه شديده جدا ممكن حد ينوب عنك بان هو يعمل شغلانته دي. بقى هو الراجل ده فول تايم اديتور، خلاص هو مونتير، دي شغلته، فانت بتسيبها له هو يعمل الشغلانه دي وانت
تطلع بره الموضوع. ونفس القصه في الجرافيك، لسه ما كلمتكش عن الجرافيك، تصميم الثامنيل والشخص اللي عايز يطلع لك فكره ابداعيه برضه هتعيش انت فيها. كل ده بياخد من الفوكس بتاعك ومن الوقت بتاعك من مجال البرمجه. حلو كده؟ فاللي بيحصل ان انت فعلا بتضيع ومش بتطلع حاجه كويسه في البرمجه ولا في المونتاج ولا في الصوتيات ولا في الجرافيك، لان كل دي مع بعض ما ينفعوش، او ما ينفعش تبقى محترف في كل الحاجات دي مع بعض. لكن انا ممكن اكون فاهم، انا قعدت سنين بعمل مونتاج لنفسي، بس لا يمكن تقارني مستواي التعبان ده بواحد شغال ليل نهار مونتاج بس، عمال يدور على البلجنز الجديده والادوات الجديده والاعدادات وايه البرامج اللي نزلت واللي طلعت، ويفضل ماشي في القصه. محترف، مش هتقارن نفسك بيه. طب انا ليه ما اخدش الحته اللي انا قطعتها دي في المونتاج والصوت وكل ده واخليها في مجال البرمجه واسيب القصه دي على حد تاني؟ هي دي الكلمه السحريه، كلمه الديليجيشن، ان حد يعمل الحاجه بدالك عشان هو متخصص فيها، انت ما تعملهاش. خليني اقول لك عشان نبقى صراحه برضو، ان ده ممكن ما ينفعش معاك في بدايه حياتك، انت لسه بادئ هتقول لي انا معيش فلوس ادي للمونتير والكلام. انت فاكرني ايلون ماسك؟ اقول لك لا، كل مرحله ليها الخطوات والاكشنز بتاعتها. في بدايه حياتك ممكن ما تعرفش تعمل ده، طبيعي، فبتبدا تمنتج انت بنفسك، بتشتري برامج. لا مش هتشتري برامج زي مثلا لما ربنا يفتحها عليك بتجيب برنامج مكرر، هو ده المتاح. هنعمل ايه؟ شويه شويه الدنيا بتكبر، جالك دخل، تبدا بقى تستثمر الدخل ده في حاجه. والله انا بدات اعين معايا واحد يعمل لي سامنلز جامده جدا، بدات تجيب مشاهدات اكتر، فلوسك زادت. خليني اقول لك حاجه، في ناس كتير هتحكيها لك، بس لما تشوفها بنفسك الموضوع هيختلف. لما بتفتح يعني مصدر رزق لحد، بتبقى سبب، يعني مصدر رزق ده ربنا فتح لحد مصدر رزق وانت السبب، صدقني ربنا بيزيدك. يعني ما تفتكرش ان هو هيقسمك في الفلوس ومش هيجي لك قصادها، لا هيجي لك. تفتح مصدر رزق او تكون سبب في مصدر رزق لحد، بتلاقي الفلوس زادت، فتدخل حد تاني الفلوس زادت، دخل حد تاني الفلوس تزيد، وتلاقي كله بيكسب، وفي نفس الوقت مستواك اتطور وبقيت في حته تانيه. عشان كده زي ما قلت لك، لو تقدر تسيب الحد المتخصص في الحاجه يعملها وتركز انت في حاجتك، كل الناس هتكسب. القطعه بقى بتاعتنا النهارده اللي احنا قلنا عليها في كل فيديو ان شاء الله، في اخر في قطعه كده اتكلمنا عليها، دي لعبه انا بحبها، لعبه اسمها جاد اوف وور. الكرتونه بتاعتها كبيره جدا زي ما انت شايف، بص حجمها بالنسبه لوشي قد ايه. فيها همر شاكوش، انا حبيت حجمه، اوريك شكله، انا بصراحه عجبني جدا. ديكور حلو ده شكله، بص حجمه بالنسبه لوشي قد ايه. لطيف جدا كديكور، بيتحط كده يعني او كده مثلا، او تعلقه على الحيطه من هنا. صراحه يعني كواحد بيحب الجيمز، لو انت بتحبش الجيمز فدي حاجه بالنسبه لك هتلاقيها وحشه جدا. بالنسبه لي انا جميله جدا عشان انا بحب الجيمز. فالهامر ده انا كنت بشوفه في اللعبه وبلعب بيه، فلما اشوفه كفيجر كده قدامي جميل. الحاجه الثانيه والاهم اللي عايز برضو اقولها للناس، ان انا يعني عايز بجد شويه ابعد عن الفيجرز، التماثيل دي في ناس كتير قوي فعلا قالوا ان هي حرام ومفيش داعي ليها، فبحاول ابدلها بايه؟ حاجات شواكيش زي كده، عجل، موتوسيكلات، عربيات. ده اللي انا بعمله دلوقتي، بحاول واحده واحده كده ريبليس يعني تمثال بعربيه، موتوسيكل كده يعني. وهتشوفوا ده في المنتجات اللي جايه ان شاء الله. السلام عليكم.